السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، إزيكم عاملين إيه؟ معاكم مس حنان الشحات. هنشرح النهاردة درس جديد من دروس الدراسات الاجتماعية في الوحدة الرابعة. معانا النهاردة 3 بنات شطار من بنات تانية إعدادي. إحنا هنسأل وهم هيردوا علينا. طبعا البنات الشاطرين دولت هدى ودينا ورحمة، لان انا سألت سؤال صعب وهم ردوا عليه، فعشان كده كانت المكافأة بتاعتهم ان هم يطلعوا معايا في شرح الدرس. اهلا بهدى وبرحمة وبدينا. اول ما نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. لما نيجي نبتدي على الخلفاء الراشدين لازم اول حاجة نعرف يعني ايه خلافة، ويعني ايه خلفاء راشدين، ويعني ايه شورى. يعني ايه خلافة يا رحمة؟ شكل من أشكال الحكم أقره المسلمون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقوم على اختيار من يتولى أمور المسلمين في الدين والدنيا نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. تمام. 4 خلفاء جم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم: عمر بن الخطاب، أبو بكر الصديق، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب. أولهم أبو بكر، بعدين عمر، بعدين عثمان، بعدين علي بن أبي طالب. ال4 خلفاء اتسموا خلفاء راشدون. يعني إيه خلفاء يا هدى؟ الخلفاء الأربعة الذين اختارهم المسلمون لرعاية مصالحهم الدينية والدنيوية بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. اتسموا راشدون ليه يا دينا؟ لأنهم ساروا على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم واهتدوا بهديه واستكملوا مسيرته في بناء الدولة الإسلامية. تمام. يبقى معنى كلمة الخلفاء اللي جم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم خلفاء أتوا بعد الرسول وتولوا أمور المسلمين. راشدون لأنهم ساروا على نهجه واهتدوا بهديه واستكملوا سيرته في بناء الدولة الإسلامية. يبقى لما يجي يقول لي بما تفسر أطلق على الخلفاء لقب الخلفاء الراشدون لأنهم إيه يا دينا؟ لأنهم ساروا على نهج الرسول واهتدوا بهديه واستكملوا مسيرته في بناء الدولة الإسلامية. خلفاء أتوا بعد الرسول وراشدون لأنهم ساروا على نهجه واهتدوا بهديه واستكملوا سيرته. لما نبص على مدة كل خليفة من الخلفاء الراشدين: أبو بكر الصديق حكم الدولة الإسلامية من العام 11 الهجري إلى العام 13، يعني من 11 ل 13 هجريا. بكده يبقى حكم الدولة الإسلامية مدة تقرب من 2.5 سنين. عمر بن الخطاب حكم من 13 ل 23، يبقى كده حكم 10 سنوات. عثمان بن عفان 23 ل 35 هجريا، يبقى كده 12 سنة. علي بن أبي طالب من 35 لحد 40 هجريا، يبقى حكم 5 سنوات. نستنتج من دوت مين أكتر حكم فيهم يا رحمة؟ عثمان بن عفان حكم كام سنة؟ 12 سنة. وقال لهم حكم يا هدى؟ أبو بكر الصديق حكم كام سنة؟ 2.5 سنين. عمر بن الخطاب حكم كام سنة يا دينا؟ 10 سنوات ونص. علي بن أبي طالب حكم 5 سنوات. دي مدة حكم الخلفاء الراشدين. الخلافة الراشدة ابتدت من 11 هجريا وانتهت 40 هجريا. بنبتدي الخلفاء الراشدين بأبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق طبعا احنا فاكرين هو اتسمى صديق ليه؟ اتسمى صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، وقال لهم إن كان قال فقد صدق. إن كان قال إن أنا رحت إلى المسجد الأقصى وعرجت إلى السماوات العلى فقد صدقه في أمر خيالي. فعشان كده سمي بأبي بكر الصديق. هو عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي، ولد بعد عام الفيل بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ب2 و6 أشهر. يعني هو أصغر من الرسول ب2 و6 أشهر، وهيموت بعد الرسول ب2 و6 أشهر، يعني نفس عمر الرسول صلى الله عليه وسلم. لما نيجي كده نبص لحياة أبو بكر الصديق قبل الإسلام، كان بيعمل بالتجارة وكان تاجر أمين وكان ماله وفير، يعني عنده مال كتير، وتعرف عنه الصدق والإحسان والإنفاق على الفقراء والمساكين والتواضع والبساطة ولين القلب. وكان أبو بكر الصديق محبوب بين الناس، إذا تحدث سمع لحديثه، يعني كانوا الناس بيحبوا قوي يسمعوا لأبي بكر بسبب كل الصفات الجميلة اللي احنا قلناها عنه دي. كان كمان مترفع عن عادات الجاهلية. شبه مين يا هدى؟ شبه أبو بكر الرسول صلى الله عليه وسلم. شبه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا المرء على دين خليله فلينظر. على دين خليله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان صديق لأبي بكر الصديق، وأبو بكر الصديق صديقه المحبوب والمقرب ليه، لأنه كان زيه مترفع عن عادات الجاهلية. لم يشرب الخمر قط، لذلك ارتبط بالرسول صلى الله عليه وسلم. لما يجي يقول لي دلل أبو بكر الصديق والرسول صلى الله عليه وسلم على نفس الصفات يا رحمة، هنقول إيه؟
لأنه كان محبوبا من الناس مترفعا عن عادات الجاهلية فلم يشرب الخمر قط، لذلك ارتبط بالرسول صلى الله عليه تمام، وسلم. يبقى دوت الدليل. يبقى هنا الرسول وابو بكر الصديق كانوا مرتبطين ببعض، لان ابو بكر الصديق كان زي الرسول محبوب من الناس مترفع عن عادات الجاهلية، لم يشرب الخمر قط. اول من اسلم من الرجال زي ما احنا شفنا قبل كده في الدرس بتاع ايه، بتاع الاسلام، نشر الاسلام. صفات الرسول، صفات ابو بكر الصديق كانت الصفات الجميلة ديت قبل الاسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول خيركم في الجاهلية خيركم في الاسلام اذا صلح. اذا ابو بكر الصديق لما يدخل الاسلام هيبقى افضل بكتير من الصفات اللي احنا شايفينها دي. لما نشوف حياة ابو بكر الصديق بعد الاسلام، اول من اسلم من الرجال مجرد ما دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم للدخول في الإسلام، دخل أبو بكر الصديق وقدم ماله ونفسه وأسرته وكل ما يملك في سبيل الدين وفي سبيل رفعة الدين الإسلامي. عمل إيه أبو بكر الصديق؟ أول حاجة خرج داعيا مجاهدا بين الناس لحد ما أسلم على يده الكثير من الصحابة. زي مين يا دينا اللي أسلم على يد أبو بكر الصديق؟ عثمان بن عفان. عثمان بن عفان أول ما عرض عليه الإسلام دخل فورا في الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم اختار أبو بكر الصديق عشان يكون رفيق لي فين يا هدى؟ في الغزوات، في الهجرة، كان رفيق للرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة. أبو بكر الصديق يا رحمة كان أول من خطب في الإسلام، أول من خطب في الإسلام، أول خطيب في الإسلام. بمجرد ما جهر الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة الإسلامية خرج أبو بكر الصديق وخطب عند المسجد الحرام، البيت الحرام، وتحمل طبعا أذى المشركين واضطهادهم، فلذلك كان أول خطيب في الإسلام. يبقى لما يقول لي كان كان أبو بكر الصديق أول خطيب في الإسلام، هقول إيه يا دينا؟ حيث أنه عندما جهر الرسول بالدعوة قام ليخطب في الناس عند البيت الحرام متحملا أذى المشركين. تمام. أبو بكر الصديق أنفق معظم أمواله على فقراء المسلمين وشارك مع الرسول في كل غزواته، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أحب وجعله إماما للمسلمين في الصلاة أثناء مرضه. الوحيد اللي تولى إمامة المسلمين في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق، لذلك كان أحق بالخلافة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيحب أبو بكر الصديق حب شديد جدا، وحب الرسول لأبو بكر الصديق جعل الصحابة يحبوه هو كمان. الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات لم يتحمل المسلمين خبر موته، منهم اللي فقد النطق زي علي بن أبي طالب، ومنهم اللي فقد الحركة زي عثمان بن عفان، ومنهم اللي فقد عقله وفقد صوابه زي عمر بن الخطاب، وقال من قال أن محمدا قد مات ضربته عنقه. تمام. الصديق رضي الله عنه على الرغم ان كان احب الناس للرسول صلى الله عليه وسلم الا ان هو ثبت وصبر وخطب في الناس. قال ايه بقى يا رحمة؟ من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. أبو بكر الصديق قال الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الصحابة قالوا وكأننا لم نسمع هذه الآية قط، أكن الآية دي ما كانتش موجودة في القرآن. طب هي ما كانتش موجودة؟ لا طبعا كانت موجودة، لكن الصحابة ما كانوش قادرين يستوعبوها غير بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى ثبت أبو بكر الصديق وثبت المسلمين بعد وفاة الرسول بكلماته هدأت النفوس واستقرت، وتقبل الجميع أمر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. كل ده بفضل أبو بكر الصديق، لأنه كان ثابت وكان الإيمان راسخ في قلبه رضي الله عنه. فكان أبو بكر الصديق أحق بخلافة المسلمين. ليه؟ بما تفسر يا هدى أبو بكر الصديق أحق بخلافة المسلمين؟ لأنه كان أول من أسلم من الرجال، واختاره الرسول ليصاحبه في الهجرة، وشارك الرسول في كل غزواته، وجاهد بنفسه وماله وأولاده من أجل رفعة الإسلام، وجعله الرسول إماما للمسلمين في الصلاة أثناء مرضه، وكان أكبر الصحابة سنا عندما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم. تمام، برافو عليك. يبقى أبو بكر الصديق
كان أول واحد يستحق يكون خليفة للمسلمين واختاره المسلمين خليفة لهم لأنه كان أول من أسلم من الرجال. تمام، أول من أسلم من الرجال، وأول خطيب في الإسلام، وأول من أم وصلى بالمسلمين في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء مرضه، وجاهد بماله وأولاده ونفسه في سبيل رفعة الإسلام ورفعة المسلمين. لما نيجي نشوف بعد ما هدأت النفوس واستقرت، اللي حصل إن الأنصار ذهبوا لمكان اسمه إيه المكان دوت يا دينا؟ سقيفة بني ساعدة. ذهبوا لسقيفة بني ساعدة. ليه يا رحمة بما تفسر ذهاب المسلمين لسقيفة بني ساعدة؟ لمناقشة المسلمين في أمر من يتولى الخلافة. تمام، للمناقشة في أمر من يتولى الخلافة أو ليختاروا خليفة. مجرد ما قعدوا مع بعض الأنصار راحوا الأول لسقيفة بني ساعدة، وبعد الأنصار لحق بهم المهاجرون. يبقى أول من ذهب إلى السقيفة هم الأنصار، وبعد ما ذهب الأنصار لحق بهم المهاجرون. وفي السقيفة في سقيفة بني ساعدة دارت مشاورات بين الطرفين، طبعا في جو بيسود الحب والمودة، لأن الأنصار أصلا كانوا بيأثروا المهاجرين عليهم في كل شيء. الحب والمودة كان أساس التعامل بين الأنصار وبين المهاجرين. اتفقوا على إيه الأنصار والمهاجرين؟ اتفقوا أن تكون الخلافة في مين؟ اتفق الأنصار والمهاجرين أن تكون الخلافة في المهاجرين. طب ليه مش في الأنصار؟ لأن الأنصار كانوا بيؤثروا المهاجرين دايما على أنفسهم. ده دليل على إيثار الأنصار المهاجرين على أنفسهم في كل شيء، مع إن المدينة مدينتهم والمهاجرين جايين وسايبين مكة، إلا إنهم قالوا لا، الخلافة تكون من المهاجرين، فاختاروا واتفقوا إن يكون أبو بكر الصديق خليفة للمسلمين. عملوا بيعتين 2 لأبو بكر الصديق. بيعة اسمها البيعة الخاصة اللي احنا لسه بنتكلم عنها. لما نيجي نعرف البيعة الخاصة يا دينا هنقول ايه؟ هي مبايعة الأنصار والمهاجرين المجتمعين في سقيفة بني ساعدة لأبي بكر الصديق بالخلافة. مين اللي سبق في لبني ساعدة يا هدى؟ مين اللي راح لسقيفة بني ساعدة الأول، الأنصار ولا المهاجرين؟ الأنصار. ومين اللي لحق بيهم؟ المهاجرين. اتفقوا الخلافة تكون في مين يا رحمة؟ المهاجرين. في المهاجرين. يبقى لما نيجي نعرف البيعة الخاصة نقول هو اجتماع المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة لاختيار من يتولى أمر المسلمين. دي اتعرفت بالبيعة الخاصة. يبقى البيعة الخاصة اللي تمت في سقيفة بني ساعدة بيع فيها المهاجرين والأنصار أبو بكر الصديق على أن يكون خليفة للمسلمين. البيعة التانية اسمها ايه؟ اسمها البيعة العامة. يعني ايه بيعة عامة؟ يعني كل المسلمين يبايعوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة للمسلمين. تمت فين يا رحمة البيعة العامة؟ في المسجد. البيعة العامة يعني ايه بيعة عامة يا هدى؟ هي مبايعة المسلمين لأبي بكر الصديق في المسجد بالخلافة. تمام. أبو بكر الصديق صعد على المنبر وخطب موضحا الأسس التي تقوم عليها الدولة الإسلامية. ايه هي الأسس ديت يا دينا؟ التواضع والصدق والمساواة وطاعة الله ورسوله والحث على الجهاد في سبيل الله. تمام. ممكن نقول الشورى والمشاركة في الحكم والعدل ومحاربة الظالمين والجهاد في سبيل الله والعفة والطهارة. اصلا انا بطلع الصفات دي منين؟ من الخطبة بتاعت ابي بكر الصديق. الخطبة بتاعت ابو بكر الصديق بتقول: ايها الناس اني وليت عليكم ولست بخيركم، ان رأيتموني على خير فقوموا، ان احسنت فاعينوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، الضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع إليه الحق إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا أصابهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. لما بص على الخطبة بتاعت أبو بكر الصديق اللي موجودة عندكم أكيد في كتاب المدرسة ولازم نبص عليها، هنطلع منها الأسس اللي أقام عليها أبو بكر الصديق الحكم بتاعه. أقام أبو بكر الصديق الحكم بتاعه طبعا على الشورى، على العدل، على المساواة، على طاعة الله وطاعة رسوله، وعلى الحث على الجهاد في سبيل الله، وعلى العفة والطهارة حتى لا تشيع
الفاحشة، وطبعا القوامة ان هو يقوموه لو عصى الله، والصدق طبعا حاجات مهمة جدا نقدر نطلعها من الخطبة بتاعة ابو بكر الصديق اللي موجودة عندكم في كتاب المدرسة. لما نشوف بعد كده عمل ايه ابو بكر الصديق، اهم اعماله 4 اعمال: ارسال جيش اسامة ابن زيد، وقتال المرتدين، وجمع القرآن، ونشر الإسلام خارج شبه الجزيرة العربية. يبقى إيه هي أهم أعمال أبو بكر يا رحمة؟ إرسال جيش أسامة بن زيد لبلاد الشام، وقتال المرتدين، وجمع القرآن، ونشر الإسلام خارج شبه الجزيرة العربية. أول عمل عمله هو إيه يا هدى؟ إرسال جيش أسامة بن زيد لبلاد الشام. لبلاد الشام. أرسل جيش أسامة بن زيد ليه يا دينا؟ لقتال الروم. أرسل جيش أسامة بن زيد مع إن الدولة الإسلامية كانت محتاجاه ليه يا رحمة؟ بسبب حاجة الدولة إليه في مواجهة خطر المرتدين. لكن أبو بكر الصديق تنفيذا لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق أول ما تولى خلافة المسلمين كان في خطر شديد بيواجه الدولة الإسلامية. الخطر دوت هو المرتدين. الصحابة قالوا له أرجي، يعني أجل شوية جيش أسامة بن زيد، ما ترسلوش لقتال الروم لحد لما تستقر أمور الدولة الإسلامية. قال لهم ما كان لي أن أعصى أمرا لرسول الله، وأصر أنه يخرج ويودع جيش أسامة بن زيد طاعة لرسول الله. أبو أسامة بن زيد يركب، وأبو بكر ماشيا بجانب الجيش عشان يمشي في سبيل الله. أسامة بن زيد خرج راح قاتل الروم وصد هجمات الروم، وأمن حدود الدولة الإسلامية من ناحية بلاد الروم، ورجع بعد 40 يوم سالم غانم لينضم لجيوش المسلمين في قتال المرتدين. يبقى احنا نفهم من كده ان أسامة بن زيد يا هدى قاتل في جبهتين. ايه الجبهتين اللي قاتل فيهم؟ قاتل مين ومين؟ قاتل الروم في الشام وقاتل المرتدين. تمام. يبقى أسامة بن زيد لما يجي يقول لي قاتل أسامة بن زيد نقط ونقط، قاتل الروم وقاتل المرتدين. قعد كام يوم يا رحمة أسامة بن زيد؟ 40 يوم. أصر أبو بكر الصديق يا دينا على إرسال جيش أسامة بن زيد ليه؟ تنفيذا لأوامر الرسول. تنفيذا لأوامر الرسول على الرغم من حاجة الدولة الإسلامية لجيش أسامة ابن زيد. نشوف العمل الثاني اللي عمله أبو بكر الصديق، هو قتال المرتدين. مين هم المرتدين يا رحمة؟ قبائل عربية خرجت عن الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من رفض دفع الزكاة، ومنهم من ادعى النبوة. تمام. المرتدين قبائل خرجت عن الإسلام بعد وفاة الرسول، إما لأنهم مرتبطين بالرسول صلى الله عليه وسلم وشايفين إن الإسلام يعني وجود الرسول ما بينهم، وإما لأنهم كانوا ضعاف الإيمان فخرجوا بمجرد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم من الإسلام، وإما كمان لأن هم كانوا عايزين يهربوا من تكاليف الإسلام اللي هي دفع الزكاة. قتال المرتدين أبو بكر الصديق بعض الصحابة أشاروا عليه إن هو يصبر شوية لحد ما المرتدين دولت يرجعوا للإسلام برغبتهم وبمحض إرادتهم، إلا إن أبو بكر الصديق أرسل الجيوش عشان تقاتل المرتدين دولت. من المرتدين اللي ادعوا النبوة مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب ادعى النبوة وكان في بلاد الشام، كان في أقصى بلاد الشام. أبو بكر الصديق اتخذ موقفا حازما من المرتدين. ايه الدليل ان هو اتخذ موقفا حازما من المرتدين يا رحمة؟ حيث ارسل عدة جيوش بقيادة صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لقتاله. واوصاهم بايه يا هدى؟ اوصاهم بآداب الحرب في الاسلام، ومنها عدم الاغارة ليلا حتى لا يتروع النساء والاطفال، وعدم قتال الاطفال والشيوخ والنساء، وعدم التعرض للرهبان المتفرغين للعبادة في الصوامع، وعدم هدم البيوت او المعابد، وعدم حرق الزرع او قطع النخل. تمام. ابو بكر الصديق لما ارسل الجيوش الى قتال المرتدين اوصى الجيوش ديت بوصية مهمة، قال لهم لازم تراعوا اداب الحرب. اللي هي ايه اداب الحرب يا دينا؟ عدم الإغارة ليلا حتى لا تروع النساء والأطفال، عدم قتل الأطفال والشيوخ والنساء، عدم التعرض للرهبان المتفرغين للعبادة في الصوامع، عدم هدم البيوت والمعابد، وعدم حرق الزرع وقطع النخل. لما نشوف الاداب دينا نلاقي ان الاسلام بيحض دايما عن السلم وعلى السلام، والاسلام عمره ما تعرض لاي حد باذى. ده كان العمل
الثاني. العمل الثالث ترتب على العمل الثاني اللي هو جمع القرآن الكريم. بما تفسر يا رحمة قيام أبو بكر الصديق بجمع القرآن الكريم؟ بسبب استشهاد الكثير من حفظة القرآن الكريم أثناء حرب المرتدين. تمام. ما النتائج المترتبة على استشهاد الكثير من حفظة القرآن الكريم يا هدى؟ ترتب على ذلك أن أشار عمر بن الخطاب على الخليفة أبو بكر الصديق بجمع القرآن. تمام. جمع القرآن الكريم في صحائف ولا في مصحف واحد يا دينا؟ في صحائف. في صحائف، لأن اللي جمعه في مصحف واحد بعد كده هنلاقيه عثمان بن عفان. أمر أبو بكر الصديق زيد بن ثابت وهو أحد الصحابة الحافظين للقرآن الكريم وأحد كتاب الوحي بجمع القرآن في صحائف. العمل الرابع والأخير هو نشر الإسلام خارج شبه الجزيرة العربية. أول ما استقرت الدولة الإسلامية بدأ أبو بكر الصديق يفكر في نشر الإسلام خارج شبه الجزيرة العربية. ليه يا رحمة؟ لتأمين حدود الدولة الإسلامية. تمام. يبقى أبو بكر الصديق نشر الإسلام خارج شبه الجزيرة العربية لتأمين حدود الدولة الإسلامية. أرسل جيوش المسلمين لفين ولفين يا هدى؟ إلى العراق وبلاد الشام. يبقى أرسل جيوش المسلمين إلى العراق وإلى بلاد الشام. أرسل مين للعراق يا دينا؟ خالد بن الوليد. أرسل الجيوش المسلمين إلى العراق بقيادة خالد بن الوليد. أما اللي توجه لبلاد الشام فهو أبو عبيدة بن الجراح. 4 جيوش توجهت لما نشوفهم هنا في الخريطة. ال4 جيوش، جيش راح الأردن وجيش راح لفين؟ للأردن وجيش راح دمشق وحمص. تمام. عندي 4 جيوش خرجت، جيش للأردن وجيش لدمشق وجيش لحمص وجيش لبيت المقدس. الجيش اللي راح لدمشق كان بقيادة يزيد ابن أبي سفيان، والجيش اللي راح للأردن كان بقيادة مين؟ شرحبيل بن حسن، والجيش اللي راح لحمص كان بقيادة أبو عبيدة بن الجراح. أما الجيوش ال4 فكانت بقيادة أبو عبيدة ابن الجراح. لما نبص كده نلاقي جيوش المسلمين كلها متجهة للشمال ولا متجهة للجنوب؟ الشمال. متجهة للشمال. جزء راح للعراق بقيادة خالد بن الوليد، جزء راح لبلاد لدمشق بقيادة يزيد بن أبي سفيان، والجيش اللي راح لحمص بقيادة أبو عبيدة بن الجراح، وجيش راح للأردن بقيادة شرحبيل بن حسنة، وجيش راح للقدس أو بيت المقدس بقيادة عمرو بن العاص. ديت الجيوش اللي دخلت وراحت فتحت بلاد الشام. الجيوش اللي توجهت لفتح بلاد الشام كانت بقيادة أبو عبيدة بن الجراح. ولكن أبو بكر الصديق قبل الوفاة استبدل أبو عبيدة بن الجراح بخالد بن الوليد. في الأثناء دي توفي الخليفة أبو بكر الصديق عن عمر يناهز 63 عام وخلفه عمر بن الخطاب. أهم حاجة بنعملها بعد كل درس إن احنا لازم بنحل كتير جدا عشان نأكد الفهم بتاعنا. الحل هو أحسن حاجة تأكد فهمي. إذا عجبكم الشرح وإذا عجبكم البنات الحلوين اللي معانا تشتركوا في القناة وتعملوا تفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتحطوا تعليق عشان رأيكم يهمنا. بالتوفيق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.